القرارات هتاخدها بوضوح. الوقت ما بقاش بيضيع، وبقيت بتعرف تقول لأ بسهولة. بص يا سيدي، الإيفورت هو إنك تضغط على نفسك، تجري وتشتغل بالعافية، تحس إنك دايما بتحاول تعوض. إنما الألاينمنت هو إنك بتشتغل من مكان داخلي فيه وضوح وفيه هدوء، بتحس إنك ماشي في اتجاهك. ببساطة الإيفورت I have to do this or I will fall behind. إنما الألاينمنت This feels right. This is my path. طيب سؤال بقى، هو امتى الافورت بيكون خطر؟ الإيفورت بيبقى خطر لما تبقى بتشتغل كل يوم بس جواك توتر، جواك مقاومة واستنزاف، مش حاسس كده بطبيعتك. المجهود بيبقى عبء عليك لما يكون طالع من خوف أو طالع من مقارنة أو محاولة إثبات النتيجة. بتلاقي نفسك دايما تعبان، ومش بس التعب ده بيبقى جسدي، بيبقى تعب نفسي. ازاي اعرف ان انا الايند؟ هتعرف انك aligned لما تلاقي ان الحاجات ماشيه معاك بسلاسه. مش معناها ان انت هتمشي من غير تعب، لا، هتتعب بس هتحس انك ماشي مش بتجري. القرارات هتاخدها بوضوح. الوقت ما بقاش بيضيع، وبقيت بتعرف تقول لا بسهوله. بتلاقي ان الطاقه بتاعتك بتفضل دايمه طول النهار. ممكن تقولي على افكار تغير ما بين او تحول او تشفت من افورت لالاينمنت؟ خليني اقول لك على 3 افكار. اول حاجه فيهم، ابدأ من جواك مش من اللي حواليك. هتسأل نفسك شوية أسئلة. أول حاجة اسأل نفسك، أنا فعلا عايز ده ولا بعمله علشان حد ولا علشان نفسي؟ تاني حاجة، راقب جسمك. لو في توتر وضغط أو دايما بتأجل، غالبا هيبقى في lack of alignment. تالت حاجة، راجع النية بتاعتك. يعني اعرف why am I doing this. لما النية تبقى حقيقية، المجهود بيتحول لطاقة حلوة. كنت بشتغل على مشروع جديد، وكل يوم كنت بحاول أجبر نفسي إني أشتغل عليه، بس كنت حاسس بتقل كبير جدا. لما وقفت لحظة وسألت نفسي، هو ده أنا؟ هل فعلا ده بيفيد النسخة الجديدة بتاعتي؟ رجعت خطوتين لورا وعدلت الفكرة، ومن ساعتها بقيت بشتغل بنفس أكتر ونتيجة أفضل. ايه اهم حاجه نطلع بيها من الدسكشن ده؟ أهم حاجة نطلع بيها من الدسكشن ده إنك مش لازم تشتغل بالعافية علشان توصل. ممكن تشتغل ببيس وتنجح بفلو. الإيفورت دايما محتاج إنك تزق. الألاينمنت هو بيديلك طاقة. لو حسيت إنك بتجري مش بتعيش، خد خطوة لورا وراجع اتجاهك، وابعت الحلقة دي لحد دايما مرهق ومحتاج شيفت بسيط.